السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من خلطات سر الطبيعة مع أبو عيسى. النهاردة هنتكلم على جمال آسيوي بيتعمل من زمان قوي، بس دلوقتي بقى ترند وموجود في كل حتة. يقولك مية الرز. طيب بنحضره إزاي؟ استخدامه الصح إزاي؟ محدش بيقولك. أنا بقى في الحلقة دي هنقولك إيه فوائده، هنقولك إزاي بنحضره، هنقولك استخدامه إيه، وهنقولك استخدامه ايه للبشرة وللشعر ايه. يلا بينا نشوف ازاي نحضر ونعرف الفوائد ونعرف كل خصائص مية الرز. بس الاول اشتركي في القناة واعملي لايك وفعلي الجرس عشان يوصلك كل الحلقات الجديدة. يلا بينا. بص يا ستي، مية الرز ايه هي؟ مية الرز هو عبارة عن المية اللي بتطلع من نقع الرز او من غلي الرز. تمام. طب هو دي ايه؟ المية دي فيها ايه؟ المية دي غنية جدا بفيتامين ب، وغنية جدا بفيتامين اي، وفيها احماض امينية عالية جدا، وفيها مضادات اكسدة عالية جدا. فبالتالي هي مادة خام لجمال شعرك وبشرتك. طيب ازاي نعرف نحضره؟ وايه هي فوائده طيب للشعر؟ وايه هي فوائده للبشرة؟ هقولك فوائده للشعر الاول ايه. فوائده للشعر: ده بيقوي البصيلات جدا، وبيقلل التساقط، وبيطول الشعر بسرعة رهيبة، وترطيب ولمعان للشعر فظيع. طيب طريقة الاستخدام ازاي؟ طريقة الاستخدام ان انا بعد ما بغسل شعري بالشامبو بحط مية الرز دي على الشعر واسيبه لمدة 10 دقايق، وبعدين بنشطفه بمية. بنعملها مرتين بس في الاسبوع. دي فوائده بالنسبة للشعر. طب تعالي نقولك فوائده للبشرة ايه. فوائده للبشرة: بيفتح طبعا البشرة بشكل فظيع، وبيوحد اللون، بيخلي فعلا جلد البشرة عامل زي جلد البيبي، ناعم جدا. بيقلل التجاعيد والبقع اللي هي بتبقى بقع الغامقة شوية اللي بتبقى موجودة في البشرة، بيعالجها تماما. بيعمل الوش كأنه مراية صافية جدا. غير كده الناس اللي عندها التهابات أو حبوب في البشرة بيعالجها تماما. طيب نستخدمه ازاي؟ بنجيب قطنة وبنبلها بمية الرز دي، وبنمسح بيها وشك بالليل قبل ما تنام، وبتسيبيها لحد تاني يوم. بنستخدمها كل يوم بالليل قبل ما تنام. او ان احنا ممكن نستخدمه كماسك للبشرة. ازاي؟ بضيف معاه معلقة نشا لحد ما يبقى زي كريم كده، وبفرده على البشرة نفسها، وبسيبه ربع ساعة، بعد كده بغسله. ده كاستخدامه كماسك، وبيجيب نتيجة معاكي فعلا في 15 دقيقة. هتغير شكلك تماما، وهتغير لون البشرة تماما. طيب نحضره ازاي؟ طيب تحضير ازاي؟ في طريقتين للتحضير. اول حاجة ان انا بجيب كوباية رز وبغسلها بكوباية مية، وبعد كده بصفيها. بعد كده بحط كوباية الرز دي معاها كوبايتين مية، واسيبهم 24 ساعة، وبعد كده اصفيه. اخد المية دي واحطها في التلاجة. تقدر تقعد معايا المية دي من غير ما تبوظ لمدة اسبوع، اقدر استخدمها. طيب الطريقة التانية الغلي، اللي هي بنحط نص كوباية رز مع كوبايتين مية، وبعد كده بنسيبهم يغلوا لحد ما يستووا. يعني مش يستوي، لحد ما المية تغلي شوية كده فيه. وبعد كده بنصفي المية دي، وبرضه بنبردها وبنحطها في التلاجة ونقدر اسبوع. بس انا افضل النقع عن الغلي. النقع بيجيب نتيجة احسن، وبيخلي يعني باخد كل الفوائد اللي في الرز بخليها في المية عشان هتقعد معايا 24 ساعة. فبالتالي لا، استخدمها النقع افضل. طيب في بقى شويه نصايح مهمه. اللي هي ايه؟ الرز اللي بنستخدمه رز ابيض، اللي هو العادي بتاعنا، مش الرز البسمتي. احنا مش هنعمل كبسه، فيبقى الرز الابيض. طيب الميه اللي احنا هنصفيها وناخدها من ميه الرز دي، حطيها في التلاجة عشان ما تبصش منك بسرعه. اول حاجه، لو لقيتي تهيج وانت بتستخدمي كماسك او بتغسلي بيه وشك الميه الرز دي، نقلل عدد المرات. يعني ممكن بدل كل يوم ممكن نخليها يوم بعد يوم. طيب لو احنا عايزين بقى نزود تعقيم البشرة، او اخلي كمان البشرة تستفاد اكتر، ممكن على مية الرز دي هنحط نقطة زيت لافندر، او نقطة زيت شجرة الشاي. ده بيزود التعقيم، وبيبقى فيه مضاد بكتيري طبيعي، وبينعم البشرة اكتر. ده كان كل حاجة على مية الرز. لو الحلقة دي عجبتك، يا ريت تعمل لايك وتشترك في القناة. وده اكيد هتشترك في القناة عشان الفوائد اللي انت هتستفاد بيها
كبيره جدا، والحلقات اللي احنا جايين بيها بعد كده هتفيدك جدا جدا جدا. فوائدها كبيره للشعر وللبشره وللجسم عموما، فبالتالي لازم نلاقي دعم منكم عشان نستمر ان شاء الله. جربوا الوصفه اللي احنا قلنا عليها دي وشاركونا النتائج بتاعتها في التعليقات، ويا ريت نعمل شير للناس اللي بتحب استعمال المواد الطبيعيه بعيدا عن الكيماويات، وبتلاقي نتيجه كمان كويسه جدا ان شاء الله. اشوفكم في حلقه جديده بكره ان شاء الله في قناتكم سر الطبيعه مع أبو عيسى. سلام.